السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا. إن شاء الله النهاردة هنعمل لكم فيديو مميز جدا، وهي دهان أجهزة جيم. طبعا زي ما احنا شايفين، أول حاجة بنجهز الشغل بتاعنا بنصنفره. طبعا بيكون فيه مكان مثلا اللعيبة اللي بتلعب مثلا بيكون فيه أماكن فيها عرق، في أماكن فيها تشحيم مثلا البكرات الوايرات الكلام ده كله. فطبعا أول حاجة الشغل بيتغسل بالطنر او بالبنزين، بننضفه كويس عشان خاطر ما يعزلش من الدهانات الجديده اللي هتتحط. بعد كده طبعا هي هيتم دهانها اللون اللي حضراتكم شفتوه ده، اللي هو الاصفر الكناريا مع الاسمر. بعد كده طبعا بعد ما بنجهزها وبنغسل الشغل كله، بنبتدي ان احنا نوشها وش فيلر بطيء 2K. بعد كده بنيجي لتقسيم الالوان زي ما احنا شايفين كده. طبعا حبينا ان احنا هنعمل لونين اتنين، مش هيبقى الجهاز كله لون واحد، فبنشطب لون وبعد كده بنتيب عليه او بنغطيه ونشتغل في اللون التاني. طيب ايه هي الخامات المستخدمة؟ وده الاهم اللي الكل هيسأل عنه. الخامات المستخدمة ده دوكو عادي، دوكو نيتروسيلولوز سريع الجفاف، بيجف عن طريق الهواء او بينشف بالهواء بدون مصلب. ده بيكون سريع معاك علشان تقدر ان انت تقلب الجهاز وتجيبه شمال ويمين وتقلب القطع فيه. اما لو دوكو فرن في الاماكن ديت هيبقى صعب جدا، لان دوكو الفرن بياخد مسافة على ما بينشف ويتصلب، فهيبقى صعب ان انت تحرك الجهاز او صعب ان انت تيجي ناحيته. يبقى لو عاوز تقلب مثلا دراع او عاوز تقلب اي حتة حيدة او عاوز تقلب الجهاز وتجيبه مثلا من تحت، هيبقى صعب جدا ان انت تعمل الكلام ده في دوكو الفرن. اما الدوكو النيتروسيلولوز ده بينشف بسرعة، فبيتيح ليك ان انت تقدر تقلب الجهاز وتجيبه من كل ناحية، وكمان مش هيبقى فيه التكلفة العالية بتاعة البوية الفرن. البوية الفرن لسه هنستخدمها برضه، هيجي مكانها في الاخر خالص، هنشوف في اخر الفيديو. المهم ان احنا معانا الاصفر الكناريا ده بوية كبسي 200، ومعانا الاسمر برضه 200 او 201 او 205 على حسب اللي هتلاقيه عندك في المحل، او على حسب اللي هتلاقيه عندك في المعرض. بعد كده طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنخلص الجهاز كله وبنطيب الاماكن اللي هنعمل فيها اللون التاني، او لو انت هتعمله كله لون واحد يبقى خلاص مفيش اي مشكلة. بعد الوش وبعد الانتهاء من الجفاف هنشوف مع بعض ايه اللي هيتم في المرحلة اللي بعد كده. اسيبكم الاول مع الفيديو، اسيبكم مع وش الجهاز وتشوف بيتوش ازاي وبيتعمل ازاي. وطبعا فيه كمان ميزة في البوية ديت، ان هي مش هتريح معاك ولا هتسيل معاك، بس انت حضرتك ما تكبسي عليها بالبوية كتير، وما ترميش عليها كمية كتير. تمام؟ يبقى قلنا اول حاجة الفيلر البطيء 2K او فيلر سريع، الاتنين شغالين. بعد كده هنشتغل ببوية كبسي 200 او 201. بعد كده هنشوف المرحلة اللي بعد كده في اخر الفيديو ونتابع مع بعض. بعد كده طبعا بنيجي المرحلة اللي هي الوش النهائي، وده طبعا ده دوكو فرن كبسي 300 دوكو سيارات. طبعا ده مهم جدا جدا في أجهزة الجيم، علشان خاطر أي حد يكون مثلا جسمه فيه عرق أو إيده فيها عرق، لأن طبعا زي ما أنتم عارفين لعيبة كمال أجسام بيكون فيه عرق كتير ودهون بتتحرق. فطبعا لازم البوية تكون لازم الأجهزة تكون مخدومة كويس جدا، علشان خاطر مفيش تقشير يحصل فيها، أو مفيش بقع العرق اللي بتيجي مثلا من إيد اللعيبة تأثر على البوية. وطبعا احنا قلنا ان احنا اشتغلنا في الاول بنيتروسيلولوز، بعد كده الفينش هنفنش ببوية اكريليك سيارات 300. دي طبعا بوية جديدة جدا، بوية فرن. طبعا التخليط بتاعها بنحط 50% مصلب، بنحط 30% تنر فرن، وبعد كده بنشتغل. يعني هي مكونة من 3 حاجات: الورنيش الفرن، المصلب، التنر الفرن. بعد كده بنرش الأجهزة كلها زي ما حضراتكم شايفين.
الجهاز طبعا بيطلع معاك زي حتة المراية. طبعا كمان بترد معاك اللمعة بتاعة الأسمر وبترد معاك اللمعة بتاعة الأصفر الكناريا، بتخلي الجهاز يطلع معاك تحفة. طبعا الأصفر ده احنا كنا مغطيينه بسكريتش، وبعد كده شلنا السكريتش علشان خاطر ياخد اللمعة بتاعته ويا الأسمر، يبقى كده الجهاز كله خد لمعة واحدة وكله خد شغل واحد. وكده عملنا فصل 2 لون في الجهاز من غير ما نفك الأجهزة ومن غير ما نتعب نفسنا في الفك والربط. وطبعا ممكن كمان الفك والربط يكون لي آثار سلبية، إنه ممكن مثلا الجهاز في تجميعه يبقى صعب أو حاجة تضيع منه أو أي حاجة. فيبقى احنا كده الجهاز وهو زي ما هو عملنا فيه لونين 2، أصبح الجهاز جديد زي الأجهزة المستوردة، ويبقى في نفس الوقت رجع الجهاز جديد بدون أي خدوش بدون أي حاجة فيه. يبقى في الأول زي ما قلنا بنشتغل بفيلر بطيء 2K، أو ممكن ندي إيبوكسي كبسي 880 أو أي إيبوكسي، وبعد كده بنشتغل. ممكن لو اديت إيبوكسي يبقى خلاص ما تديش الفيلر ولا سريع ولا بطيء، هو الإيبوكسي هيشتغل معاك وهيحل محل الفيلر، وطبعا هيكون أفضل وأقوى. بعد الإيبوكسي أو بعد الفيلر هنرش البويا النترو سيلوز كبسي 200 أو 201 أو 205، والأفضل 200. بعد كده هندي ورنيش 300 ورنيش فرن أكريليك سيارات، ويبقى أنت كده خدمت الجهاز خدمة إن هو يعيش فترة طويلة جدا وما يتأثرش من مسك اللعيبة أو يتأثر من الاستخدام، ويبقى أنت حافظت على الجهاز بتاعك محافظة لأطول عمر. تمام. زي ما احنا شايفين طبعا الجهاز وهو واقف بتقدر كمان ان انت تلف الدراعات بتاعته شمال ويمين ترفعها. طبعا لو الاجهزه دي متفككه هيكون دهانها او رشها هيكون صعب، فوهي متجمعه كده بيكون افضل. تقدر ان انت تلف الجهاز شمال ويمين وتجيب كل الاماكن اللي هي مزنوقه، وكمان المسامير بتترش معاك، فدي طبعا بتكون كمان ميزه. ما عدا طبعا بكرات التفلون، ما عدا الوايرات، الكلام ده كله الاوزان بتاعه الحديد، كل الحاجات اللي هي زي كده بتتفك وبعد كده بتركب بعد الفينش. زي ما احنا شايفين على جهاز البنش ده طبعا جهاز تجميع. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيطلع طبعا حاجة خرافية. اهم حاجة في ورنيش الفرن ان انت لما تيجي تشتغله ما ترميش بويا كتير من اول ما بتشتغل، لا انت بتعفر الجهاز وبتاخده مرة واثنين وثلاثة لحد ما ياخد طبقة كويسة وياخد لحمية كويسة، علشان خاطر ما يسيلش منك او يحصل فيه اي اضرار. يبقى انت لمعت الجهاز وخليته زي المراية من غير ما يحصل فيه اي اماكن مثلا يكون فيها تسهيل او كده، بحيث ان يطلع الجهاز اكنه مرشوش جوه كابينة او اكنه فعلا جاي من المصنع. تمام. وزي ما هنشوف كده في اخر الفيديو هنشوف الجهاز طالع ازاي. الحمد لله في الفينش بتاعه حاجة جميلة جدا وحاجة ممتازة جدا. ويبقى كده طبعا انا وفت لكم الجهاز ووفت لكم الاجهزة كلها بالرش بتاعها سريعا. ولو في اي حد ليه اي استفسار انا تحت امركم في اي وقت، واسيبكم تكملوا مع الفيديو. ولو في اي حد معانا داخل جديد ما تنساش تعملنا سبسكرايب للقناة لو عجبتك. الجيم ده طبعا كان بتاع اخويا كابتن احمد العزب في بركة السبع النادي الوطني في الدور الثاني. طبعا حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة، وبسم الله ما شاء الله يعني حاجة تشرف اي حد زي ما انتم شايفين. والجيم من جوه طبعا واسع زي ما انتم شايفين كده اهوت، علشان خاطر برضو التهوية. طبعا الجهاز ده بتاع البنج اهوت زي ما انتم شايفين اتعمل فيه لونين 2. هنا ديت هنا صور الجيم من جوه بقت كلها زي ما حضراتكم شايفين.